من بغداد. حياكم الله، اهلا وسهلا بكم واهلا وسهلا بصناع المحتوى. واحد من عمالقه صناع المحتوى الهادف محمد عدنان في بغداد مدينته الاصليه. حياك الله. الله يحييك وبارك الله فيك، وشكرا لك على الاستضافه، شكرا لبغداد وشكرا على كرم الضيافه والاستقبال. بغداد الجميله، بغداد والعراق، الارث والحضاره والتاريخ العظيم. حقيقه هذه زيارتي الاولى بالمناسبه في حياتي الى العراق، شرفت وكانت مميزه جدا جدا من زياره. يعني انا بقول لاصدقائي لو تبعتها 100 زياره تبقى الاولى مميزه، لانها جاءت تحت عنوان فلسطين والعراق. نعم. والتآخي والمحبه اللي بيننا والقضيه الجامعه، قضيه فلسطين القضيه الاهم بالعالم، وان تحتضن العراق هنا تحت مسمى ملتقى طوفان او طريق الطوفان. فبصراحه احنا سعيدين وسعيدين جدا لتواجدنا بالعراق. انا سعيد جدا سعيد جدا. نعم. تحياتي لك. و التقصير اللي حاصل من الاعلام بصوره عامه، الاعلام العراقي ما قصر، اصحاب المحتوى الهادف ما قصروا. نعم. ولكن بصوره عامه لمن تعزو هذا التقصير تجاه القضيه الفلسطينيه وغزه تحديدا؟ بصراحة الأمور تتفاوت، هناك من قصر صحيح، ولكن هناك من زال من بقي حاملا للمشعل، ناشرا للحقيقة، كاشفا لزيف الاحتلال وروايته الكاذبة. احنا كدورنا في النهاية احنا مسؤولين عن أنفسنا، ونحن لا نشكر على ذلك. أنا كصانع محتوى فلسطيني لا أشكر أبدا إن تكلمت عن قضيتي وحاولت أوجه وأفهم فيها، لأنه هذا هو دوري حقيقة يعني، فلا أشكر على ذلك. بالمقابل لو ما فعلت هذا هو يعتبر التقصير الحقيقي. نشكر من فعل ولا ننتظر ممن قصر. يعني في النهاية الجمهور واعي، والجمهور صار يعرف الآن الصالح والطالح. أنا ضد فكرة للأسف البعض أنه يجعل الجميع في سلة تفاح واحدة ويقول صناع المحتوى قد قصروا. لا، لأن صناع المحتوى في بينهم تفاوت، هناك من يعمل القضية وهناك من يضحي لأجلها. نعم، لا شيء كما تضحية أهل غزة. ما في أكثر من أنه الإنسان يضحي بحياته وماله وعياله لأجل القضية. احنا نوع التضحية عندنا مختلفة، هي انه احنا مثلا قد يتم حجب مواقعنا، حساباتنا الخاصة، نخسر كثير من البزنس. احنا في النهاية كصناع محتوى هذا ليس امر نخفيه، احنا رافدنا الاول المادي هو الاعلانات، ولكن كثير من الاعلانات اضطرينا ان نوقفها تضامنا مع غزة، اما لشركات شركات داعمة للكيان الغاصب المحتل، او انه هذا الاعلان غير مناسب وقته في ظل انه في هناك مجزرة تقام في غزة. فهذا الامر، بس احنا في النهاية نعيش الحدث معهم، كل واحد من مكانه، كل واحد عنده رسالته، كل واحد قادر من خلال المحتوى. أنا بقدم محتوى كرة قدم في الأخير، ولكن من خلال محتوى كرة القدم أنا قادر أن أوصل رسائلي للجمهور اللي بيتابع كرة القدم، رسائل فلسطين، فهي قضية جامعة للجميع. أنت في بغداد. نعم. ماذا تقول للعراقيين؟ أنا أول شيء شهادتي بالعراقيين مجروحة، لأن جمهوري الأول هو الجمهور العراقي في كرة القدم، والجمهور العراقي جمهور يتنفس كرة القدم. وأنا بقول دائما الجمهور العراقي إن كان راضي ومبسوط عليك رفعك إلى سابع السماء، وإن زعل منك الجمهور العراقي خسف بك. هو جمهور يتنفس كرة القدم. أنا بحب الجمهور العراقي جدا، وبإذن الله أعدهم إني سأكون متواجد في لقاء العراق والأردن يوم 14 نوفمبر القادم بإذن الله تعالى. احنا راضين عنك ليس لأنك رياضي بل لأنك فلسطيني عزيز على قلوبنا. الله يرضى عنك ويبارك فيك ويسعدك. شكرا لك.